الشرطة الإسبانية ألقت القبض على جوج ديال رجال الأعمال المغاربة كيخدموا خوتهم المغاربة ب150 د الأورو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الفيديو هذا موجه للمهاجرين اللي ما عندهمش الأوراق هنايا في إسبانيا وكيمشيو كيخدموا في النوار. كنت كلمتكم في عدة فيديوهات حول النتائج الوخيمة لهذا الموضوع هذا، لأنك إذا مشيتي خدمتي في النوار وأنا متأكد غتقول لي شنو هو البديل، وجات انسبكسيون ديال الطراباخو غادي تخرج على الكواغط ديالك، غادي يعطيوك واحد السانكسيون غرافي او موي غرافي، وغتخرج على الاوراق ديالك في الساعه اللي غادي تجي مده باش تطلب الاوراق ديالك. ردوا بال هاد القضيه الاخوان والاخوات. مؤخرا الشرطه ديال الهجره بوليسيه ديسترانخيريه بالتعاون مع الوكالات او الادارات ديال الهجره كيخدموا جنبا الى جنب مع بعضياتهم باش يقضيو على الخدمه في النوار هنايا في اسبانيا. وكاينه واحد الحمله كبيره حول هذا الموضوع هذا، وتكلمنا في هذا الموضوع هذا جوج مرات. هذا الاسبوع هذا اللي فات تقريبا هذه 10 ايام، المفتشين ديال الشغل انسبكتوريز دي طراباخو عاملين واحد الولقه، واحد الاضراب، كيطلبوا بالزياده ديال العدد ديال الموظفين كمفتشين ديال الشرطه، لان الحجم ديال العمل وفراكسيونيس او مولتات ديال الخدمه في النوار كثر بزاف هنايا في اسبانيا. بعض الحالات هاد المفتشين كيخرجوا خارج المدن وكيمشيو للمناطق ديال اللي فيها لي نافي او فيها الفلاحه، وكيقوموا بالدور ديالهم بالتفتيش، وكيجبروا عده ديال الناس خدامين بلا اوراق او في النوار. ردوا بال هاد القضيه، راه باقي دابا كاين الاضراب الاخوان والاخوات، وكاين تعاون بين الشرطه ديال الهجره والمؤسسه ديال الهجره او الاداره ديال الهجره. كاين واحد العدد كبير اللي هو مهاجر وكيستغل المهاجر، وهذه هي اللي ما كتقبلش. مهاجر كيستغل المهاجر، اما كان مغربي، فيهم مغاربه، فيهم باكستانيين، فيهم دي شينوا، فيهم جنسيات كيستغل ديك الظروف الصعبه اللي كيعيشها المهاجر باش كيخدموه ويتعدى عليه ويتيه جوج دراهم. في اطار الحمله اللي كتقوم بها مفتشين ديال الشرطه مع البوليسيه ديال مكافحه الخدمه في النوار او في النيغرو، هاد المره انتقلوا للكومونيداد فالنسيانا، وبالضبط اليكانتي نالكوي. شنو نالكوي؟ جبروا جوج ديال المغاربه عندهم مشاريع. ها المشكل، 25 سنه و37 سنه، باقي شباب. وشنو هما هاد المشاريع اللي عندهم؟ هي الملابس المستعمله. رد بال معايا، الملابس المستعمله، الحوايج اللي كيشيطوا علينا او هادي وكنسيبوهم في الكونتينيدور وهما كيديوهم. كاين اللي كيديهم طرابون للمغرب، كاين اللي كيعمل بالتحويل ديالو الريسيكلاخي او. وشوف هاد الرجال ديال الاعمال في عمره 25 و 37 سنه، والمشروع ديالهم هو الملابس المستعمله، الروبا الريسيكلاخي، اي انه ما كينتج والو. كيعمل كونتينيدور في الزنقه، كيجي مره في السيمانه او ما نعرف، كيهز ديك الحوايج كيديهم. كاين اللي كيصيفطوا طرابون للمغرب، كاين اللي كيديهم يعملوا الريسيكلاج ديال الثوب او كذا او هادي. ما خسر والو، وحتى الدوله كتعاونهم في هادشي. هاد جوج المغاربه في الكوي بالضبط ما كيخسرش شي فلوس باش كينتج شي حاجه او كيخسر عليها شي كوتيزاسيون او والو. الدوله كتعاونك في هادشي في اطار النظافه وكذا والريسيكلاج وكذا، عندهم دي سيبفونسيون معاونات. فهاد المغاربه هادو كرشهم كبيره، خدامين معاهم 11 شخص، 7 منهم مغاربه بلا اوراق.
شحال كيعطيوهم؟ 150 ديال الاورو في السيمانه. 150 ديال الاورو تسين ديالاش؟ ديال الشامبوان، ديال الدوتشا، ديالاش. زائد على هادشي الظروف اللي خدامين فيها صعيبه، وصعيبه بزاف، فيها الغابره. وهذيك البلاصه، هذيك النافي اللي عندهم ديال الريسيكلاج ديال هاد الروبا، تحويل ديال هاد الروبا، فيها واحد الماكينه بريسا كتسكي على الحوايج باش كيتجمعوا، وهذيك صعيبه. وهاد الدراري هادو مساكن، المغاربه هادو، هاد السبعه بلا اوراق، ما عندهمش الاوراق. شوف معايا اذا مشى مسكين شي واحد وقعت له شي حاجه تما، مشى له يدو او صبعو او شي حاجه. زائد على هادشي كيستعملوا ديك الكلاكات وما عندهمش فورماسيون. اذا لا الظروف لا الشهريه، خدامين بلا اوراق، بلا كوتيزاسيون، والغبره. شوف على استغلال، مغاربه كيستغلوا خوتهم. لا حول ولا قوه الا بالله. كون كان غير شي منتوج مثلا كتخسر عليه الفلوس، واخا حتى كتزمعها من الزنقه، كنزلها لك انا وهذا وهذا، كرشوم كبيره. وكلوا ما يشبع، سخروا ما يسمع، هما هادو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه شبروهم البوليس، ودابا غادي يدوزو عند القاضي فهاد الشهر هذا، وغتكون عقوبات كبيره كبيره بزاف. و100% يقدروا يزولوا لهم الرخصه ديال الاستفاده من هذا الروبا الريسيكلاخي، الملابس اللي كتحول، لان هذه راه عندهم مساعدات الدوله كتعاونهم. شوف ما كيخسرش مع الفلوس على المنتوج، كيجبروا حنا كنلوحوه الزنقه باطل، الدوله كتعاونو باش يهزو، وهو كيتعدى على هذيك. عاش ما يدخلش الناس قانونيين. وهادشي بكل صراحه كنشوفوه هنايا عند بزاف ديال المهاجرين، كيستغلوا المهاجرين بزاف، واحد الشكل كبير. كيخدموا ب 14 ساعه ولا هذا كيعطيهم 150 ديال الاورو في السيمانه. وماشي هذه المره الاولى، هاد الحاله فحال هيدا راه دازت هنايا في اسبانيا بالنسبه للروبا ريسيكلاخي، الملابس المستعمله. اذا هذا هو الخبر. مغاربه رجال اعمال، زعما شباب باقي مزيانين وكذا، وهادي كيستغلوا خوتهم المغاربه باش يحققوا مكاسب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.